والله العظيم ما في حد عنده انتماء غير الجمهور. انت عارف في كام لعيب من الاهلي راح الزمالك او من الزمالك جه الاهلي عبر التاريخ؟ لو مش عارف تعال اقولك. اول واحد اتنقل من الاهلي للزمالك كان حسين حجازي سنة 1923. بعدها سنة 39 عبد الكريم صقر اتنقل من الاهلي للزمالك. نيجي بقى لفترة الثمانينات. فترة الثمانينات اتنقل فيها 2 لعيبة من الاهلي للزمالك: جمال عبد الحميد سنة 83 وزكريا ناصف سنة 88. التسعينات في 2 لعيبة برضو راحوا من الاهلي للزمالك: محمد عبد الجليل وايمن شوقي. نيجي بقى فترة الألفينات. فترة الألفينات دي بقى كانت البداية البوم الجامدة. طبعا سنة 2001 حسام حسن وابراهيم حسن في صفقة مدوية أو انتقال تاريخي من الأهلي للزمالك. جه بعديهم بقى إبراهيم سعيد وأحمد فيليكس وحسن مصطفى وعصام الحضري وحسين ياسر المحمدي وأحمد حسن وناصر ماهر وأحمد حمدي وعبد الله السعيد. في ناس من دول من الأهلي للزمالك على طول، وفي ناس لفوا لفة ورجعوا الزمالك، أو في ناس سابوا الأهلي وراحوا نادي تاني قعدوا شوية ورجعوا تاني في الآخر على الزمالك زي عبد الله السعيد. العكس بقى، الناس اللعيبة اللي جت من الزمالك للأهلي سواء مباشرة أو عن طريق رحلة احترافية أو كوبري يا عم زي ما أنت عايز تسميها. أول واحد ودي كانت صفقة مدوية برضو، كانت سنة 94، وهي صفقة انتقال رضا عبد العال من الزمالك للأهلي. ويجي بعديها صفقة مجدي طلبة، كان برضو في الزمالك وجي الأهلي. في الألفينات بقى بدأنا بإسلام الشاطر، وبعدين نادر السيد، وبعدين طارق السعيد، وبعدين محمد صديق، وبعدها معتز اينو، صبري رحيل، هاني العجيزي، مؤمن زكريا. ثم بداية بقى من 2020 جت بقى الصفقات الجامدة، يعني او اللي عملت ضجة، يعني كهربا، وبعديها امام عاشور، وبعديها اشرف بن شرقي، وبعديها احمد السيد زيزو. اللي عايز اقوله ان في الاخر في لعيبه كتير عبر التاريخ راحت من هنا لهنا وجت من هنا للناحيه التانية، سواء مباشر او عن طريق رحله احترافيه او شرط جزائي او يعني ايا كانت الطريقه اللي انت عايز تسميها، كوبري عايز تسميها زي ما انت عايز. المظلوم واللي يعني بيقع في الحفره بتاعت ده خاين، ده عميل، ده ساب، ده عمل، ده سوى، مش عارف ايه، الجمهور. فوالله العظيم ما في حد عنده انتماء غير الجمهور. ده انا كده قلت لكم اللعيبه، ما قلتلكوش المدربين. فيعني يا ريت نفهم اللعبه، الموضوع من زمان قوي واحنا بس كنا كجمهور يعني فاكرين ان في انتماء زي اللي عندنا لانديتنا. مش بتكلم على الاهلي بس، والله الاهلي والزمالك وكل الانديه. في لعيبه فعلا هي اللي حستنا ان هم لسه منتمين ولسه مكملين وبيجي لهم عروض وبيرفضوها وبيضحوا. الكلام ده كان زمان، كان اخرها ابو تريكه وجمعه ووليد سليمان والناس دي. بعد كده مفيش، خلصت. فما تصدقوش اي حد يبوس الشعار ويبوس التيشيرت ويطبطب على الشعار ويطلع يغني وبتاع. كل الكلام ده اونطه. فبالتالي ما نزعلش. يعني انا في الاول كنت بزعل من اللعيبه اللي بتمشي وتسيبني، حتى لو مش رايحين الزمالك، اللي ما بيرضاش يجدد او اللي بيختلف في التفاوض في التجديد والكلام ده ويسيبني ويمشي. كانت يعني انا كنت بزعل، انا زعلت جدا ساعه عبد الله السعيد جدا انه راح تفاوض مع الزمالك. وبعدين لما رمضان صبحي مشي زعلت جدا، وبعدها احمد فتحي، شريف اكرامي، ما زعلتش خالص. اي حد ابتدى يمشي في الفتره دي في الاول كده انا كنت زعلان جدا ومقهور، وازاي ومش ازاي ويقعدوا الاهلي والبطولات وبتاع. بعد كده خلاص الموضوع بالنسبه لي بقى عادي، ما بقتش اصدق اي حد، وعندي توقع ان اي حد مهما كان هو مين ممكن يمشي ويروح لاي نادي، زمالك، بيراميدز، اي نادي، فمش هتفرق. فلما بقى عندي القناعه دي فبقيت مرتاح. خلاص اللي عايز يمشي يتفضل بالسلامه، ولا هشتمه ولا، خلاص انا عارف انا الوحيد، واحنا يعني كجمهور احنا المنتمين مش حد تاني. فانا ما زعلتش مثلا ان اكرم توفيق ما جددش، ان رامي ربيعه الحمد لله ما جددش. خلاص ما زعلتش ان في حد عايز يحترف وعايز يسيب النادي ويحترف. عادي، روح،
ما عنديش مشكله. انت اللي خسران من وجهه نظري، انت اللي خسران ان انت سبت النادي ده، والجمهور بيبقى شايف ان اللعيب اللي مشي من عنده هو الخسران وخسر جماهيره. اقعد بقى واشتم فيه واقول له انت خاين وانت مش عارف ايه وبتاع. يعني كانت زمان عندي، بس خلاص الحمد لله اتعالجت وبطلت وبقيت متصالح جدا مع فكره ان اي حد ممكن يروح في اي حته واحنا اللي باقيين. خلينا نهدى ونهدى على بعض، عشان احنا اللي بنقعد ننكش ونخالف في بعض، واللعيبه عادي جدا مبسوط ومتكيف وواخد فلوسه ومش فارق معاه اي حاجه. مش بتكلم بس على يعني، بس عشان قصه زيزو دي خدت وقت كبير قوي من الجمهورين وبتاع، ولسه دي لسه البدايه، الراجل لسه اعلنوا عنه امبارح. فالموضوع بقى ولسه في الماتشات وبتاع، هيحصل نوش كتير وهيحصل مشاكل كتير شويه، وهنلاقي لعيب تاني حصل فيه نفس القصه وعمل نفس الفعل، واحنا هنفضل نهاتي. فيا جمهور الكوره افهموها بقى، احنا والله العظيم المنتمين، واحنا اللي بيتحرق دمنا، واحنا اللي بنحب الانديه بتاعتنا دي بجد من غير مقابل خالص، مجرد ان احنا نتفرج عليهم بنفرح. نفهم بس اللعبه ونريح دماغنا كده، اللي يروح النادي مكمل واحنا اللي باقيين، واللي عايز يكمل معانا اهلا وسهلا، اللي مش عايز احنا اللي نفتح له الباب ونمشيه. يا ريت نفهمها. سلام عليكم.